السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم احلى اخوات في الدنيا، يا رب تكونوا بألف خير. ده ان شاء الله يعني سموه كلور، سموه خلطة. بجد الخلطة دي روعة روعة روعة، عاملة زي الكلور الخام كده، حلوة جدا في القضاء على أصعب البقع الموجودة في الهدوم البيضاء. بجد حلوة قوي قوي، وعاملينها من مكون احنا بنرميه اهو، قشر البيض. المكون ده احنا اصلا كنا بنرميه، عملنا منه احلى وصفة هتقضي لك على اصعب البقع الموجودة في الهدوم البيضاء. قشر البيض ده تحفة بجد بجد، هتشوفوه في الفيديو روعة بجد. وحاطين كمان معاه مكونات تانية حلوة قوي للقضاء برضو على أصعب البقع اللي موجودة في الهدوم. بجد روعة، يا ريت تجربوها إن شاء الله تنول إعجابكم. يا ريت يا حبايبي لو بيعجبكم وصفات، يا ريت يا حبايبي تشيروا لي الفيديو فضلا وليس أمرا، عشان كل أصحابكم وحبايبكم يشوفوا الفيديو. ويا ريت ما تنسونيش باللايك. حلوة قوي الوصفة دي، وعاملينها بمكونات حلوة قوي. ان شاء الله نشوفها في الفيديو. يلا بينا على الفيديو عشان نشوف احنا ازاي عملناها مع بعض. قبل ما نبدا الوصفه هنسمي الله ونصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم. اول حاجه في الوصفه بتاعتنا معانا كوبايه ميه، دي ميه عاديه خالص من الحنفيه. بعد كده تاني حاجه يا حبايبي، معايا معلقه كده من الصودا او البطاص، او في بعض الدول حجر تسليك المجاري او قطرونه. ولو ليها اسامي تاني ممكن تقولوا لي. هنحطها كده وندوبها كويس. اه يا حبايبي ندوبها خالص. طبعا تفتحي الشفاط او الشباك عشان بس الابخره بتاعتها وحشه جدا. تمام، هندوبها خالص. تمام، انا هسيبها كده تدوب عشان اوريكم المكون التاني اللي هنحطه. احنا مكون اللي هنحطه قوي جدا. اه يا حبايبي المكون اللي احنا هنحطه بعد البطاطس ده مكون جديد واحنا بنرميه. المكون ده احنا بنرميه قشر البيض اهو. المكون ده قوي جدا. طبعا انا بجيبه كده واغسله، هتغسليه كويس من الزفاره. وبعد كده تنشفيه. انا عايزاه ما يبقاش طري خالص عشان احنا هنضربه في الكبه او المطحنه بتاع الخلاط. تمام، ممكن تكسريه كده وتسيبيه ينشف شويه. لو انت بتعملي اكل ولا حاجه في الفرن، بعد ما تسكي الفرن ممكن تحطيه على السخونيه هينشف خالص. تمام، بعد كده هتكسريه خالص حتت صغننه جدا بايد الهون، تكسريه خالص. بعد كده تحطيه في المطحنه بتاعه الخلاط او الكبه. لو انت حطيتيه في المطحنه او الكبه وهو سليم هيبوظها لك. تمام، انا بقول لكم اهو عشان ما فيش حد يحطه ويقول لي ده باظ. تمام يا حبايبي، بعد كده هنعمله زي البودره خالص عشان هناخد منه دلوقتي معلقه. لحظه واحده اهو يا حبايبي، انا طحنتها كده زي ما انتم شايفين وهحطه. تمام، وتقلبيه كويس اهو يا حبايبي. انا دوبته خالص اهو. لازم تعمليها بودره عشان تدوب منك على طول. تمام، يبقى حطينا الاول كوبايه ميه ومعلقه صودا، وبعدين حطينا معلقه قشر البيض اللي انا وريته لكم. وهحط ميه بقى بعد كده. لحظه واحده هجيب تاني. انا حطيت شويه ميه وحطيت تاني يا حبايبي كمان شويه اهو. اهو تمام. بعد كده يا حبايبي دي معلقه زهره بيضه او صودا قاش، ومعلقه بيكربونات الصوديوم، وهحطهم كده زي ما انتم شايفين. بجد حلوه جدا الزهره البيضه في التنظيف. بجد هنعمل احسن وصفه للهدوم البيضه، تحفه بجد. اه يا حبايبي انا دوبتهم كويس. بعد كده هحط ده برسيل جيل. بصوا كنت عاملاه معاكم جميل جدا، حلو قوي. وهقلب. اه يا حبايبي بعد ما حطيت برسيل جيل، دي كوبايه فانيش بس كنت عاملاه معاكم سايل جميل جدا. بصوا عامل ازاي الفانيش ده، كنت عاملاه معاكم على القناه، روعه بجد. بصوا عامل ازاي. الوصفه دي جميله جدا جدا بجد، هتخلي لك الهدوم بتاعتك زي الفل. دي للقضاء على اصعب البقع اللي في الهدوم البيضاء. طبعا معلقه قشر البيض فظيعه، وبرده الزهره البيضاء حلوه قوي قوي. طبعا يا حبايبي لو انت ما عندكيش برسيل جل حطي فانيش بس. ما عندكيش فانيش عندك برسيل حطي. ما عندكيش الاتنين ممكن تحطي صابون سائل. اي حاجه اللي عندك الموجوده عندك حطي، ما توقفيش نفسك على اي حاجه. الوصفه دي جميله جدا جدا للهدوم البيضاء، هتقضي لك على اي بقعه. الوصفه بتاعتنا كده يا حبايبي خلصت خالص زي ما انتم شايفين كده. طبعا احنا عاملينها للهدوم البيضاء بس مش عاملاها عجينه، انا عاملاها زي الكلور. تمام، زي الكلور الخام اللي انت بتشتريه من عند بتاع المنظفات. بجد الوصفه دي رائعه. طبعا انت لو عندك اي بقعه جديده في الهدوم البيضاء، يعني بقعه جديده جدا، ممكن تاخدي شويه من ده، شويه مش كتير، وتروحي حطاهم تروحي حطاها على البقعه.
من غير يعني ايه ما تنقعيها ولا حاجه، وهتسيبيها كده دقيقتين كده هتلاقيها طلعت بسهوله. تمام. لو انت بقى هتنقعي الهدوم، معاكي هدوم كتير وهتنقعيها، فانت هتاخدي نص كوبايه كده، وطبعا تكوني نقعه الهدوم في الميه والمسحوق اللي انت حاطاه، وتحطي معاهم شويه وتنقعي زي ما انت بتنقعي عادي. بجد هيطلع لك اصعب البقع. الكلور اللي احنا عاملينه ده بجد روعه روعه روعه. يا ريت تجربوها يا حبايبي، بجد الوصفه دي تحفه، وعاملينها باقل شيء. ان شاء الله تنول اعجابكم. يا ريت يا حبايبي لو بيعجبكم وصفاتي ما تنسونيش باللايك. بجد يا حبايبي الوصفه دي بجد روعه روعه روعه. انا جربتها الاول وبعدين عملتها معاكم، بجد حلوه قوي. الوصفه دي بجد يعني بصي اي بقعه اي بقعه هيطلعها لك بسهوله. طبعا المكون اللي احنا بنرميه قشر البيض، المكون الجديد ده بجد روعه في يعني في ازاله اصعب البقع، هو والزهره البيضاء اللي هي صودا اش. بجد روعه، جربوهم بس. وان شاء الله تنول اعجابكم. ايه رايكم بقى يا حبايبي؟ يا ريت يا حبايبي لو عجبكم الوصفه تكتبوا لنا في التعليقات، ولو عايزين اي وصفه تانية اكتبوا لنا في التعليقات. ايه رايكم يا حبايبي؟ بجد روعه روعه روعه. ايه رايكم بقى؟ تحفه زي الكلور الخام بالظبط اللي احنا بنشتريه، واحسن منه كمان قوي قوي. يا ريت ما تنسوناش باللايكات، ويا ريت تعملوا لنا اشتراك في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.